وي اهلا بيكم في حلقه جديده من مود كاست. ازيك يا عم لورد؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ كله تمام. الحمد لله. ايه اللي حصل؟ إيه ولا اي حاجه. مفيش حاجه. عامل ايه يا كينج؟ انا زي الفل. كله تمام الحمد لله. مجهز لك انترو قد كده هنا. عيش. مش هقولها بقى عشان انا خلاص قلت انت مين، فاهم؟ طيب ماشي، شكرا. معايا الاول كل سنه طيب انت طيب يا حبيبي. وعيد سعيد وكل الكلام اللي بيتقال ده يعني. الله يخليك. انا ما بعرفش اقوله بصراحه، فمشي معايا الدنيا يعني. مشي معايا الدنيا عيد بقول. سعيد يا حبيب قلبي. ايوه بالظبط كده. يا ربنا يجعلها اخر الافراح، إيه ده؟ ربنا يجعل افراحها دايما. يعني غالبا بتتقال كده صح؟ بتتقال كده. يعني كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم كده، ويا رب تكونوا مبسوطين وبتسرعوا صواريخ وبومب والدنيا جميله. كفايه عك بقى، عيد من صح؟ الاول وابتدي صح. ليه يا عم؟ لا ما صباح الفل اللي احنا بنقولها اهو. ماشي ما هي ماشيه اهي. ماشي. الله. معايا مين بقى النهارده؟ معايا الرجل الاكثر ظهورا في مسلسلات رمضان السنه دي، الحمد لله. والاكثر ظهورا في مود كاست السنه دي والسنه اللي فاتت برضو. اكتر ضيف نورنا في البرنامج هنا. الو لورد اطلع. لقاني معدي في الشارع تحت تطلع. واخويا اللي مني يعني لورد. عامل ايه يا لورد؟ حلوة يعني. الحمد لله والله. انت ايه رايك في الانترو دي؟ حلوه جدا. طرش ها؟ جميل. ولع الدنيا. اخويا. نخش في الموضوع بس قبل ما ندخل في الموضوع كده ما تنسوش لايك الجميل، سبسكرايب الرايق، جرس عشان الحلقات الجايه، شير، لموا علينا الناس وفرجوا علينا الدنيا يعني. الحلقات الجايه فيها ضيوف جامدين جدا، لورد ولورد ولورد. 6 حلقات لورد. معانا ضيوف مميزين جدا. الضيوف اللي جايين كلهم جامدين قوي. جيبوا لي بس صوت جديد عشان هدومي خلصت. نجيب لك الدولاب جوه. ندخل. اتفضل. يلا بينا. نبدا. اصل انا فرحان لك قوي الله يخليك والله العظيم. كان مكسر الدنيا يا جدعان في رمضان. اخويا اللي مني. ايوه بس ايوه على المايك بالله. كحك بيستاشيو. والله ما عدها لك. عدو البيستاشيو الاول. لورد يا جماعه كان مكسر الدنيا السنه دي في رمضان. طلع في مسلسلين، في لحظه والغاوي. كان مكسر الدنيا ومغطي على كل الناس اللي كانت في المسلسلات دي. مش قوي من وجهه نظري يا عم، انا حر يا عم وحد لي حاجه عندي. اخويا. يا عم لا مؤاخذه يعني. هتقعد بقى يرفع لي حواجبه ويعمل لي مش عارف ايه. لا يا باشا احنا تمام. ايوه بس الجاي من عيد عمر فوده. انا ماليش دعوه. ايوه انا اللي بقول انت مالك. انا ماليش دعوه. هو اللي قال. ايوه عمر فوده ساكن في مدينه نصر. انت تديله عنواني ماشي. يجي يضربوك ولا. اتفرجت على ايه بقى؟ ولا لا الاول قصدي احكي لي الدنيا كانت عامله ايه في رمضان، وايه المسلسلات يعني من الغاوي. وفي لحظه قول لي الكواليس كده الدنيا راحت فين. والله هي كانت انا مشكلتي حاجه واحده بس، ان هم كانوا بيقولوا لي قبلها بيوم. اللي هو ده ما بيفكركش في حاجه. لورد تعالى. اسرع دليفري في مصر. ومش لا مش هقول. ماشي. يعني في الاول كان عندنا بروفا مع الشباب اللي بالدانس. حلو. واتصل بيا حد ما اعرفش مين، فلقيت يانج تي بيكلمني. ماشي. يانج تي يا اخويا هو قال لهم يعني في الاول في مسلسل في لحظه جامد. وعايزينك في مسلسل وبتاع مش عارف ايه. فانا مسلسل ايه؟ مسلسل يعني ايه مسلسل؟ يعني عايزين مني ايه؟ انا مش فاهم. فروحنا، كان معايا المساعد بتاعي. اخويا صالح. شاوت اوت اخونا صائر. هو اللي قاعد ورا الكاميرا النهارده وهو اللي بيصور يعني. انا كان عندي بس مشكله ان انا لما بعت لي السكريبت. ايوه. فطبعا مسلسل فاهم، ففي سكريبت طويل عريض جدا. فقعدت اقلب بشوف انا فين. فلقيت لورد. فاخيرا بقى لقيت، ففرحت قوي. لقيت مكتوب لورد بين قوسين فاضي. انت تطلع تتنفس في الكادر فاهم يعني مش كاتبين لي نفس، مش كاتبين لي اي حاجه. فرحت. فجت واحده ما اعرفش مين دي اصلا، دخلت على الكرفان فبتقول لي جاهز. قلت لها يعني. قالت لي طب ذاكرت؟ قلت لها اللي مكتوب؟ قالت لي قلت لها ذاكرته جدا حفظته طبعا. فاكتشفت ان انا مش فاهمه حاجه فاهم. فلما دخلنا فقابلت المخرج فقال لي جاهز. قلت له طب يا ريس انا ما حدش كاتب لي حاجه. قال لها لورد انت عايز حد يكتب لك؟ يعني انت عارف انت هتقول ايه؟
اوكي. فتمام. فاكتشفت بقى في حته كده ان هم الناس دي بجد هم حابين الفكره وبيسبورتوا الفكره فشخ. بس هي الناس دي بجد مش عارفه انا بقول ايه. لدرجه ان احنا كنا بنصور مشهد فانا بقول ان دلوقتي وقت الفوت. تمام. فانا بقول ايه ودلوقتي وقت الفوت فالمايك وقع. المايك اللي لابسه وقع. فبقول دلوقتي وقت الفوت المايك وقع. قلت له المايك وقع. فلقيت المشهد مكمل. المخرج قاعد بص في المونيتور الدنيا تمام مفيش اي حاجه. ولا رئيس المايك وقع. يا ريس ده مش تبع المشهد يا ريس. ده مش تبع كلام. ده مش تبع كلام يا ريس. المايك لو انت ماسك قلت له يا ريس المايك وقع. طب هو يا اسطى قاعد حاطط الهيدفونز هو معتمد ان لورد هيتعامل. تمام. فاهم. ايوه يا ريس المايك وقع خلاص هو لورد عارف يعني ايه المايك وقع. اوكي. ده فاهم على الله ان شاء الله. مسكت يا ريس المايك وقع. غيسونا. بس كانت تجربه حلوه الحمد لله. واخونا ابو واخونا يوسف بصراحه اتعرفت عليهم في المسلسل الشباب اللي كانت بتبات بعض وسمع لوفا. كانت تجربه غريبه جدا يعني. بس كانت مختلفه بقى تماما عن غاوي. اوكي. ليه بقى؟ لان غاوي كانت الوجه الشبه الوحيد ان هم برضه قالوا لي قبلها بيوم. بس كنت واقف بقى وسط ابو الانوار وبيوسف ومذكور وشيكس حسن ياسر. فمننا قوي قشطه الشباب كده بتوعنا والشباب فاهمه هي بتعمل ايه برضه فانت تمام بالظبط. وفي شارع المعز فاهم المكان اصلا اللي احنا بدانا سيركلات فيه. يس. وبدانا باتلز فيه. حصل. ودي كانت بالنسبه لي بقى اصلا نوستالجيا فشخ. فاهم حاجه انت رايح بتعمل باتل راب في المكان اللي انت بدات فيه باتل راب. فاهم هم ما يعرفوش الكلام ده او ما اعرفش هم عارفين ولا لا. هم اللي هم مين اللي عاملين لي مسلسل. تمام. فانا ما اعرفش هي صدفه هو عشان خاطر احمد مكي طالع من هناك وبتاع ولا هم قاصدين ما اعرفش. بس انا كان بالنسبه لي لان المكان اللي احنا بنعمل فيه الباتلز اهو احنا صورنا هنا. ايوه عند بعدها ب3 خطوات. اسمه ايه ده بعد الاستيدج بشويه. ايوه بالظبط. فكنت واقف حاسس اللي هو انا في مكاني الصح. مفيش حاجه غلط مفيش حاجه غريبه انت تمام بالظبط. يعني فرق بس ان في اضاءه بس. بالظبط. يعني في لحظه قشطه معموله في بار كانه بار. هو مش بار بس هو كانه بار وبتاع. وفي نفس الوقت الباتلز على مزيكا. غاوي ما كانتش كده. غاوي باتل اكابيلا. فانا حاسس انها في مكاني جدا. غاوي كانت باتل. كانت باتل من بتوع رابر ده عادي جدا يعني. وبعدين بقى دخلت في تربايه احلام العصر اللي هي بتاعت ان انا واقف بقدم باتل لابي يوسف وابو الانوار. بعد كده بيضربوا بعض اللي هو استحاله اصلا حاجه زي كده تحصل. بيروح داخل احمد مكي بيحوش يعني. فاهمك فاهمك ما تقولهاش بس فاهمك. يعني هو لو بصيت على المشهد هتلاقي اصلا ان مكي اول ما دخل انا تنحت. بالظبط. يا اسطى انا عندي كومنت بس على المشهد ده مش قصدي حاجه يعني. بس ده بالنسبه لي كان فيه سيكا عبس كده انه اول ما احمد مكي دخل تبعك يا غاوي تبعي. طب يا جماعه السلام عليكم خلصت. ايوه والمشهد خلص. هو كبير المنطقه. ايوه بس يعني فاهم. لا المشهد ما خلصش. الباتل يعني مشهد الباتل خلاص احنا مشينا. هو بالظبط. كعبله بقى اتعرفوا على بعض واتكلموا في الراب وبتاع. فهو لا هو خلاص هو طالع هو كبير المنطقه. احنا الشباب الصغيره فهو احنا ما ينفعش نفتح بقنا يعني. وانا عن نفسي انا مهنج احمد مكي قدامي. ايوه حط ايده على يوسف وبيزق ابو الانوار وفي المشهد ده احنا المفروض كان قالوا لنا ايه ان انا هعمل نفسي بحوش وهكتف يوسف. حلو. ده المفروض اللي كان هيحصل. بس اللي حصل بقى ايه حسن ياسر بينط عشان يضرب يوسف وانا بنط عشان اكتف يوسف. فدماغنا احنا الاتنين عملت بام في بعض. فانا لا فاهم. فما كتفتش يوسف اصلا. مش حاجه مش اي حاجه. هو نفسك يعني يا دوبك حطيت ايدي على يوسف خدت دماغي. فخلاص انا ما فتحتش بقي بقى الاخر. يلا نمشي انا عايز اروح. بالظبط. ادوني اسعاف. يوسف كان داس على رجلي. فانا الدماغ مع دوست الرجل انا كنت انت خلاص. وعدنا مسح حوالي 10 مرات مثلا. يا جدع. فانا في ال10 مرات ضربت ضربات مختلفه. والله العظيم. خناقه بقى وكده. جامد يعني. مبروك يا شي والله. الله يخليك. اتبسطت فشخ يا جدعان واكيد كل اللي اتفرج وكل اللي متابع يعني فرح فشخ اللورد. الحمد لله. يستاهل يعني. الحمد لله. وكانت خلي بالك انا كان بالنسبه لي فكره ان احنا نطلع بالباتل راب اصلا في الميديا. ده اللي كنت هكلمك فيه دلوقتي بقى. فكره انه السنه دي بدا يظهر وجود الراب والباتل راب جوه الميديا. جوه انه خلي بالك يعني مش بس اعلانات. فاهم يعني حاجه. رغم ان السنه اللي فاتت كانت في الراب كانت اقوى
بس رمضان كان فاضي من الرابرز. كان بس فاضي من الرابرز. هقول لك على حاجه، يعني انا شايف حاجه ودي وجهه نظري، انه دلوقتي الترند بتاع الراب بدأ ينام. فاللي بيحصل دلوقتي هي حركه من الشباب اللي موجوده، عشان احنا موجودين، ومش ده الترند اللي ينام ويقعد له سنه سنتين ويختفي. بص، هو انا ضد فكره ان الراب بينام. تمام، هو الراب ما بينامش. مم. بس يعني سيبك من نتكلم في انا بقول ترند الراب. لا ترند الراب بمعنى ايه؟ ان هو اللي موجود في كل حته. يعني السنه اللي فاتت كانت الاعلانات كلها راب، كانت كل حاجه فيها رابرز، فاهم قصدي؟ مفيش اعلانات في رمضان. لا السنه دي مفيش، ما هي دي السنة اللقطه. اللي فاتت. لا السنه اللي فاتت او اللي قبلها مش فاكر، كان ابو الانوار في الاعلان بتاع فودافون اللي قبلها. السنه اللي فاتت ما كانش فيه ولا رابر قدم اي حاجه. طيب ما هو ده من ضمن نومه الترند بتاع ان اصل الميديا في الاخر ماشيه ازاي، انه ده شغال هاته. دلوقتي مثلا الترند اللي داير دلوقتي ترند التيك ده فايرال على تيك توك، هاته. التيك توكرز، الانفلونسرز، بالظبط. اليوتيوبرز، الرابرز، بتوع بالظبط. المهرجانات، ده اللي فايرال دلوقتي قوي، فهاتهم. فاهم قصدي؟ عاجبني قوي ان الشباب فاقت لده او هي ركزت في ده، لانه اغلب السينز لما ده بيحصل الناس بتستسلم. هقول فاهم لك قصدي؟ ليه. لان هو انا بالنسبه لي هم عايزين يوصلوا للغه الشباب الجديده اللي هي، فهم رجعوا في الاخر للي اخترعها. بالظبط. اللي اخترع اللغه دي مين؟ بالظبط. هم اليوتيوبرز والرابرز وبتوع المهرجانات والانفلونسرز والكلام ده كله. صح. فحتى هتلاقي دايما كل شاب طلع، هو طلع بالشكل بتاع انا مش طالع اجمل. هو طالع حقيقي، طالع زي ما هو. صح. حتى نفس فليكس لغته. فليكس طالع هو فليكس عادي، فاهم؟ صح. يعني ما بالعكس، بس انا كنت حاسس ان فليكس يعني المفروض يبقى شر من كده، بس لا. ايوه لا طالع عسل خالص. ما هو فليكس لما يطلع تلفزيون، فاهم حاجه؟ ايوه. عامل فيلم جديد هو. شباب الساحل. لسه عايز اخش اشوف الدنيا بتقول ايه. كسر الدنيا. فحسيت ان دي لقطه حلوه. بس انا اللي كان بالنسبه لي خد هي فكره ان هو الباتل راب مطلوب. باتل راب ده في العالم كله حاجه اندر جراوند للاندر جراوند. طلعت ميديا في مصر. فدي كانت بالنسبه لي حاجه تخض. وكانت فكره ان انت جايب لي ابو الانوار وبيوسف فغاوي، وان انت الناحيه الثانيه جايب لي اب وجايب لي سمعة لوفا وجايب لي يوسف بيمثل ان هو باتل رابر. هو ممثل مش رابر. فان انت تخليه يعمل كده، فلا هو في حاجه، في اتجاه رايح للمنطقه دي. لان هي الباتل راب حاجه مش كل الناس تتقبلها يعني. ولغتها صعبه يعني. في مثلا في الباتل بتاعت في لحظه ابو بيقول له يا امك مش عارف ايه، واخوك بيشد ايه ايه ده؟ الكلام ده مش العادي انه كان يظهر في التلفزيون. بالظبط. في غاوي هم حاولوا يخففوا الكلام على قد ما يقدروا، بس برضو بتعملها على روحك وبتاع مش عارفوا ايه. واستنيت بقى فشخة الكومنتات ما جاتش. لا الناس كانت مبسوطه. بالظبط. عشان هقول لك على حاجه، الناس حاسه ان ده بتاعنا. بالظبط. فاهم قصدي ايه؟ يعني اغلب الناس اللي اتفرجت يا عم انت قلت ان انا بنزل اتفرج عليه وبروح له وبحضر له وبعمل وبتاع. فقليل لما كانت الناس بتحس ده. بالظبط. فعشان كده جامد فشخ بالنسبه لي يعني. وانا كان بالنسبه لي اكتر حاجه خضاني ان انا مكي عارفني، فدي كانت اصلا مصيبه يعني. يعني ما ده العادي اصلا. لا انا اقول لك، هو انا كنت واقف فاحنا عملنا البروفات فميكي جه. اوكي. فسلم على يوسف وسلم على نور ابو الانوار يعني، ومشي. فانا اللي هو ماشي يعني اللي شايفه. فخلاص ما يعرفنيش. فجينا بعد ما خلصنا المشهد فبناخد صوره كلنا، فراح حاطط ايده على رقبتي كده. كنت هم بيتصوروا بالعرض، انا كنت مشيت ما اعرفش ان احنا هنصور، فانا دولي فرجعت فوقفت تحتيه. فراح حاطط ايده كده قال لي انت بقى اللي بتسخن الناس على بعض بقى ولا زي ما قال لك بالظبط بالله عليك. لا ولا زي ما قال لك بالظبط. لا ولا ممكن نشيلها في المونتاج. انت بقى اللي بتسخن. عامة بحس ان هو بيتكلم كده في يومه العادي. هو ده فاهم؟ انت بقى اللي بتسخن الناس. فبصيت له كده اللي هو ايه، قال لي انا بتفرج على الباتلز بس انا عايز اطلب منك طلب. قلت له ايه؟ قال لي ممكن بلاش الحركه دي. ليه يعني؟ قال لي يعني ساعات بيبقى في عيال وحشه. قلت له ليه؟ ماشي. قال لي ساعات بيبقى في عيال وحشه فبيبص لك فانت تقعد تعمله.
فايه دي اصلا ايه؟ ماشي يعني دي انا مش دي قصتي بقى خالص. انا قصتي هو انت مركز للدرجه دي؟ اوكي فاهم حاجه؟ انت انا اللي جه في دماغي في الاول ايه، ان هم مثلا لما قالوا باتل راب هو بص، فلا سواء انت تعرف او انت بصيت، فانت بصيت. ايوه يس. فاهم؟ انت عرفت ان ساعات بيبقى في ناس وحشه، فلما بيبصوا لي بديهم رياكشن اللي هو يلا انا معاك. فاهمني؟ ايوه وان لما حاجه بتعجبني انا بعمل بوش ازاي، وان انت مش عارف ايه. وطبعا اصلا انت فكره ان انت عارفني دي اصلا بالنسبه لي ماشي يعني. بص بالنسبه لي حته عارفني ومش عارفني دي منطقيه يعني. مش عارف يعني اي حد تابع راب في مصر في اخر 10 سنين لازم يبقى عارف لورد. فاهم حاجه؟ الله يخليك. دي النقطه اللي بتكلم فيها يعني. طيب خلصنا مسلسلات لورد في رمضان، نخش بقى على مسلسلات رمضان عموما. اتفرجت على ايه في رمضان؟ اتفرجت على الغاوي. ماشي طبعا والعتاوله. جامد. منتهى الصلاحيه. جامد. اولاد الشمس. جامد. نص الشعب اسمه محمد. شفت نص المسلسل. ماشي. بس وشويه من اخواتي. شفتش اشغال شقه؟ اشغال شقه. اشغال شقه طبعا كان جامد فشخ. بحس انه بس حاسه هو مش رمضاني يعني. حاسه هو مسلسل حاسه حاجه مش رمضاني. حاسه مسلسل اللي هو قشطه كانك بتتفرج عليه عادي يعني. بس هو الكوميدي الوحيد اللي نزل في رمضان. وخلي بالك ده اكتر سيزون درامي ناجح بالنسبه لي. بالنسبه يعني انا شفت قواضي بتتعرض في مسلسلات. عندك حق. وبرضو مش القواضي اللي هي بتاعت رجال الاعمال اللي معاهم ملايين الملايين كل الناس. والبنات الشمال اللي بيشتغلوا رقصات فيبقوا رجلات اعمال. نساء اعمال رجلات. تمام كانت لغه يا نهار. وفي الاخر يقول لك لورد عارف هيقول ايه بالظبط. بس لا السنه دي فعلا يعني كمستوى المسلسلات انا مش شايف ان دي احسن سنه مثلا في اخر 10 سنين. لا كان في سنين اقوى من كده كدراما كمسلسل كمنتج. لكن السنه دي اكتر سنه شايف ان متعوب فيها في الكتابه. مش عارف. حاسس ان هم بجد هم فتحوا الموضوع للشباب جدا. وبالدليل على كده ان المسلسلات اللي هي ما فيهاش شباب واللي ما عملهاش شباب ما ماتت. صح فاهمني؟ ايوه ما هو ده نفس الكونسبت اللي بكلمك فيه. فكره يعني ليه المسلسل نفسه بقول لك مش جامد كمسلسل كمنتج، عشان انا حاسس ان في مسلسلات اتكروتت قوي. لا بس بمعنى يعني مثلا اشغال شقه احنا بنتكلم ان ده بوم الكوميديا اللي نزل في رمضان ده، صح كده؟ اتفرج على اخر 3 حلقات باين قوي ان في كروته. ولاد الشمس القفله بتاعته كانت ممكن تبقى اصيع من كده بكتير قوي. حاسس انه لو المسلسلات دي كانت انا حاسس ان هي انسب حاجه في الدنيا لاولاد الشمس. القفله اللي اتقفلت لا يعني انا اللقطه ايه القفله اللي كانت في دماغك؟ ما بقول لك اللقطه بتاعت ماشي القفله الهابي اندنج انا مستني كده برضو، بس هما الاثنين سوا. اللقطه بتاعت انه خلى انه موت. طب اسمعني، انه موت طه دسوقي. انا حسيت ان هو يا اسطى انت ليه كده؟ طب فكر معايا ابتزاز عاطفي قوي يعني. لا هو مش ابتزاز عاطفي. هو كان هيبقى الموضوع كله ان احمد مالك تمام بقى هو صاحب الدار ولقى امه فهيبعد عن اخواته. فاهمني؟ وخلاص وصل اللي هو عايزه. وقصه الكفاح الاخويه دي مش هتكمل. ماشي ما كان ممكن يخليها تكمل بشكل لا ما تكملش. ليه؟ لان خلاص يا باشا قصه الحته اللي مقطعه قلبك ان هم ما لهمش غير بعض. ما بالظبط. فانت ليه فضلت تلاعب على تقطيع قلبي لحد اخر لحظه؟ هو لقى امه. ماشي ما تفرحني معاهم يا عم. مش هتفرح، لازم القصه دي تخلص. حلو خلصها وانت مفرح. يعني انا قافل المسلسل وانا زعلان. فاهم قصدي ايه؟ أيوة. انا كنت مستني يا عم فرحني معاهم يا عم. احمد مالك فرح وما تفرحني معاه. فاهم قصدي؟ هي كانت لازم انا شايفه ان هي كانت انسب حاجه كده. ونص الشعب اسمه محمد برضو ما شفتش. بص المسلسل حلو كمسلسل، لكن ان هو نازل في سيزون رمضان يعني ما برضو حشرت ان كل الناس عايزه تنزل في رمضان. ده اللي مخلي فيه مسلسلات اتكروتت. انا متاكد يعني مثلا لام شمسيه اخر حلقه اتاخرت في العرض. يا عم غاوي كان بيتاخر وغاوي اتاخر في العرض عشان خاطر ما هو ده اللي بكلمك فيه انه يلا عشان السيزون. قبل كده ما كانش فيه الكلام ده. قبل كده كان سيزون رمضان اصلا. يعني هقول لك على حاجه، محمد سامي رغم ان انا ما بحبش اتفرج على اعماله. ما ينفعش كده اصلا. انا ما بحبوش يا عم. انا حر ما ينفعش كده يا عم. انا حر
ما ينفعش. ماشي، انا ما بحبش اتفرج على محمد سامي يا جدعان على مسلسلاته، تمام؟ ليه؟ لان بحبك يا محمد سامي. لو عايز هوست، عايز عندك خلاف مع حد وعايز نقعد قعده عرب. طب انا عايز اقول لك ان هو اعتزل يعني. لا استاذ مي هيرجع مش هيرجع كاخراج. هيرجع كاخراج برضه او كانتاج يا ده. هيرجع كتمثيل. ما اظنش يا جدعان اي حد يشوف. ما علينا. اللي موجود يعني. انتوا كلكم اخواتي يعني. محمد سامي رغم ان هو المنتج في الاخر احنا بنبقى عارفين من اوله لاخره الدنيا دايره على ايه، مش ما بحبش اشوفه عشان حاجه، بحب اشوفه عشان تمام انا عارف المسلسل راح فين، فاهم؟ بس بحترم فيه فشخ فكره انه قبل رمضان بيكون كل حاجه متسلمه وكل المسلسلات بتاعته جاهزه ومتسلمه ورايحه وباشا الدنيا تمام. مع اللهم الا جعفر عمده مثلا السنه اللي فاتت عشان الفينال بتاعه اتغير كذا مره ده، فاهم؟ لكن غير كده وخلي بالك حتى الحته دي تحدي فشخ، تحدي جدا. تحدي بس التحدي ده بيوصل بيك في الاخر انك بتكروت. ايوه فاهم؟ لما تلاقي مثلا ان الحلقه اللي نازله بكره بتتمنتج النهارده، أيوة. يا عم ده احنا في اليوتيوب ما بنعملش كده. لا بس فاهم قصدي؟ انا بص، دي حاجات تقنيه انا بالنسبه لي ما تضرنيش في حاجه. تضرني كمتفرج ان انا ما اتبسطتش، ما هو باين الكروته دي. كلمني على ان انا ممثل. امال ايه يابا انت ضيف النهارده؟ لا انا قصدي انا كمتفرج. أيوة. يعني انا بجد مثلا سواء انا اكتر اتنين طبعا حبيتهم منتهي الصلاحيه ولاد الشمس. ولاد الشمس. حسن مالك واحمد مالك في حته تانية يعني. بس ما حسيتش باي حاجه. مش عارف حاجه اسرع مسلسل شفتش فيه مطه واحده منتهي الصلاحيه. منتهي الصلاحيه منتهي الصلاحيه اكتر حاجه الناس بتتكلم عليها، واكتر حاجه عجباني انا لما اتفرجت على، انا ما كملتش الاخر بصراحه، بس الحلقتين اللي شفتهم في الاول انت ما اديتنيش دقيقه ازهق. بالظبط. انت بجد عارف تظبط الموضوع. اي نعم في سيكه كده عباطه في الاول في الحلقه نفسها، يعني لقطه انه هدخل على اكونت المديره احول مش عارف ايه، ده ما بيحصلش. الصلاحيات دي يعني مش موجوده عند كل الناس كده، الدنيا مش سبهلله كده يعني. ماشي عشان كده اتحبس. ما هو ماشي، اصلا فكره ان انا ادخل على اكونت المدير واعمل كذا ده مش موجود، مش اوبشن. فاهم قصدي ايه؟ مش كل بس تمام يعني عشان الفيلم المسلسل يكمل فتمام تمشي. ولكن انت فعلا ده اكتر مسلسل الناس بتتكلم عليه ان هو ما بيزهقش. لا خالص. كل المسلسلات رغم ان احنا 15 حلقه كان في مط. حتى في ولاد الشمس كان في مط. لا مط يعني اللقطه مثلا بتاعت موت قطف طايف. يا عم انت وريتولي هو بيموت، وريتولي وهم بيزعلوا عليه في السرير وهو لسه ميت، وريتولي وهم بيصلوا عليه وبيغسلوه وهم بيدفنوه بعد ما دفنوه. ما خلاص هقول لك انا بالنسبه لي هو انا ما حسيتهاش مط على قد ما هي كانت لقطه انت بجد لازم تعيشها. عشان كده كنت بقول لك في ب3 جنيه ابتزاز عاطفي حاصل في المسلسل ده. على قد ما انا ده بالنسبه لي اجمل مسلسل، على قد ما انا حاسس بانه انا الناس دي حتى وهي بتهزر. عارف انت لما تشوف هزار دارك قوي. انت زعلان يا اسطى، انتوا بتهزروا كده ليه يا جدعان؟ حصل هم بياكلوا يا جدعان، ما تاكلوش كده يا جدعان. يا جدعان لا يا جدعان لابس بتشيك قوي عشان لا يا اسطى، لا يا اسطى، يا اسطى ما تعملش كده يا اسطى، لا حرام ما تعملش كده. فاهم؟ فهو اصلا وهو بيهزر معاك مركز عليك. ايوه يحب يركز عليك يعمل ايه بالظبط. ما هي دي يعني فرحني يا عم شويه يا عم معاهم. لا لازم ما بتفرحش، هي دي بس اللقطه يعني. لازم ما بتفرحش. اتبسطت يا ملورد الحمد لله. الدنيا لذة والله كلام رايق. لو انا اخواتي يا رب تكونوا اتبسطتوا، يا رب تكون حلقه خفيفه كده وعيد سعيد عليكم وبتاع. وما اعرفش ايه قصه وبتاع اللي في كل كلامي، حاجه صعبه جدا صحيح يعني. اتبسطتوا عجبكم الحلقه، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب والجرس وكل انتوا فاهمين اللي فيها يعني. وانتظروا ضيف جامد جدا الحلقه الجايه. انتظروا ضيف جديد عليكم بقى، جديد عليكم جدا الحلقه الجايه. تمام كده، توحشونا اخواتي، سلام.